74 عاما أو 74 سنة. تفسير ابن كثير هذا تفسير لا يستغني عنه بيت مسلم. لماذا؟ لأنه سلك في منهج التفسير مسلكا رائعا. تجد الحافظ ابن كثير رحمه الله حينما يريد أن يفسر آية ذكر ذلك في مقدمته وأوضح أنه يفسر القرآن بالقرآن، يبحث عن تفسير هذه الآية أولا في كلام الله، إذا وجد الآية تفسرها آية أخرى فسرها، وإذا لم يجد انتقل إلى السنة، يأتي بالأحاديث التي توضح معنى الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفسر القرآن للصحابة وأحيانا يذكر أحاديث، هذه الأحاديث تخدم معنى الآية. فإذا لم يجد في السنة انتقل إلى أقوال الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أعلم الناس بالتفسير، لأنهم كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفهمون كلام الله، بما أنهم عرب والقرآن نزل بالعربية وهم يفهمون العربية ويجيدونها ويعرفون مواطن البلاغة منها. والأمر الآخر أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه القرآن وشاهدوا مناسبات نزول هذه الآيات المباركات. طيب، فإذا لم يجد في السنة ولا في أقوال الصحابة تنزل قليلا فنظر في تفسير التابعين. التابعون هم الذين أخذوا عن الصحابة العلم كالفقه والتفسير والحديث ونحو ذلك من علوم الدين، فهؤلاء القوم أي التابعون أعلم ممن بعدهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم من؟ التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. ثم بعد ذلك يأتي إذا لم يجد في أقوال التابعين يأتي إلى اللغة العربية ويبدأ في تفسير القرآن الكريم. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كان على مذهب السلف الصالح، فتجد إذا جاء آيات من الآيات التي فيها صفات الله عز وجل لا يؤولها ولا يعطلها ولا يشبهها. يعني مثلا عند قول الله تبارك وتعالى: تجري بأعيننا، لا يقول بأن عين الله عز وجل المقصود بها الرعاية، هذا تأويل، ولا يقول بأن عين الله تشبه عين الإنسان، هذا تشبيه، وإنما يقول عين تليق بجلاله وعظمته. نؤمن بأن الله له عين كما ذكر، لكن الكيفية لا نعلمها ولا ندريها، كما أننا لا نعرف كيفية ذاته لا نعرف كيفية صفاته. وهذا منهج السلف الصالح في صفات الرب جل وعلا. يد الله فوق أيديه، هل نؤول اليد بمعنى القدرة؟ لا. هل نقول يد الله كيد الإنسان نشبه؟ لا، هذا خطأ وهذا خطأ. إذا ما معنى يد الله فوق أيديهم؟ نقول نؤمن بأن الله له يد تليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيتها. واضح يا شباب؟ تمام معنا؟